حاجات ما ينفعش تقولها لأي حد. مش كل الناس مؤتمنة، ومش كل اللي بيسأل عليك حابب يطمن عليك. في ناس بتسأل علشان تعرف، وفي ناس بتعرف علشان تستخدم، وفي ناس بتقرب منك مش حبا فيك لكن بحثا عن نقطة ضعفك. وعلشان كده مش كل حاجة تتقال، ومش كل وجع يتحكي، ومش كل حلم لازم يتكشف. ما ينفعش تقول لأي حد ضعفك الحقيقي، لأن مش كل الناس هتراعيك. في اللي هيطبطب عليك، وفي مع أول خلاف يضربك من نفس المكان اللي بكيت منه. خططك قبل ما تتم، مش كل اللي بيقولك برافو فرحان لك. في ناس بتحسد الفكرة قبل ما تتولد، بيستهلكوا حماسك بالكلام والشك والتقليل. أسرار بيتك وأهلك، اللي يخرج من بيتك غالباً بيرجع لك في يوم من الأيام في صورة حكم أو شماتة أو قلة قيمة. خصوصية البيت حرمة مش محتوى للنقاش. نواياك الطيبة كلها، لأن في ناس أول ما تعرف إنك نظيف من جوه تبدأ تختبرك وتستغلك وتتعامل مع طيبتك كأنها حق مكتسب. كل اللي جواك مش كل الناس عندها أهلية السمع. في مشاعر لو اتحكت للشخص الغلط بتتلوث بدل ما تتفهم. الحكمة مش إنك تبقى غامض، الحكمة إنك تعرف مين يستحق يعرفك بجد في زمن بقى فيه الفضول متنكر في شكل اهتمام، وبقت الخصوصية ذكاء مش تكبر. مش كل اللي يتقرب منك مؤتمن عليك. هنا في سؤال: هي الناس بتندم أكتر على الكلام اللي قالته ولا على الحقيقة اللي كشفتها للناس الغلط؟